السلام عليكم متابعينا حبايبنا متابعين خياط ابو احمد. يا ربي صحة وسعادة وين ما تكونون. تعالوا اليوم خلي نستمتع بفحص هاي الماكينة الحلوة الجميلة الأنيقة اللي هي صفرة واللون الأصفر. احنا مو نقول لون أصفر خردلي، لكن فعلا اللون الأصفر حلو ويسر. براذر جامبو الضخمة العريضة اللي هي هذه. حقيقة هاي الماكينة اجتنا بالكارتون فشي اكثر من روعة، فشي مواصفاته لا توصف. الماكينة ناعمة وتنطي نسيج اكثر من روعة. تعال اليوم خلي نفحصها. طبعا وياها دواس، هذا الدواس الياباني الاصلي. راح تجيك وياها محولة كودام، فشي اكثر من روعة. كل هاي الاشياء تجي ويا هذه الماكينة. اليوم انا عندي عينة، طبعا اليوم عندي عينة مال موديل هذه، شوفينها ان شاء الله واضحة عندك بالكاميرا. هذا فعلا احتاجها، يعني مو للفحص. اليوم اريد اضربها حتى اسوي بها موديل خارجي، لكن اليوم اريد اضرب وافحص بهذه الماكينة الروعة اللي بهرتني بجمالها وبجمال عملها. طبعا هذه الخيط مالتها البكر الياباني، هذه البكر الياباني مثل ما تشوفون. هذه شوفوا لي يقول لك من تحكي خلي شاهدك وياك. شوفي لي هاي الكتابة الفوق الوطنية اليابانية. زين، هذه البكر هي اللي اجتي وياها، راح تبقى وياها وتشتغلين بيها ان شاء الله من تاخذينها. طبعا هسه راح اشوفك الفحص مالتها، يعني ما اعرف النعومة، كل الاشياء اللي بيها حلوة. حلو انه تقتني لك هيك تحفة، حلو انه تقتني لك هيك تحفة وهيك جمال وهيك فشي اكثر من روعة. هاي الماكينة يعني كلش عاجبتني. اني راح اجي اليوم افحص واضرب بيها هذا الموديل اللي هو قطعة الكشمير الكابو. يلا تعالوا خلينا نفحصها. طبعا خواتنا للمرة الالف اعيد، ممنوع نشغل مكائن الاوفر وين على الكهرباء مباشرة. دائما تجينا محولة، المحولات اشكال. هسه هذه راح تجي وياها، اما باقي غير محولات ما عندنا اي مشكلة، بس لازم المحولة هي اللي تركب على الكهرباء. بعدين نجي نجيب، شوفوا هسه هذه الدواس بها طرفين. هذا طرف وين؟ طرف هنا داخل، اذا تشوفونه طرف هنا داخل وطرف هنا بالمحولة، يعني كهرباء. هاي الماكينة تنأخذ من المحولة. هسه احنا اليوم مو موضوعنا. تعال اليوم خلي نشوف اوفرنا شنو راح نضرب بيها وشنو ينطيني من جمال وشون اضرب بيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الماكينة جاهزة ان شاء الله للعمل. راح اجي ابدي. رفعت الباية مالتي، كل شيء مشتغل عندي تمام. شوفوا لي نعومة الصوت وشوفوا لي أناقة العمل. سريعة جدا أكثر مما تتصورين، يعني أكثر مما تتصورين. وراح أشوفك أناقة وجمال الأوفر مالتها. هسه أنا راح أكمل. أنا اليوم عندي موديل، هاي الوصلة أريدها، ما راح أعبث بيها. ما شاء الله. شوفي لي النسيج مالتها. صلوات على محمد وآل محمد. شوفي لي النسيج مالتها، والله الظاهر صناعي، بل تنطيني اوفر احلى من الصناعي. شوفي لي اياها، شوفي لي اياها، شوفي لي جمالها، شوفي لي جمال شغلها. ما شاء الله. هذه 3 خيط، هذه 3 خيط. انا اخليه على الحني اجمل واحلى. شوفوا لي اياه 3 خيط، لان اللون الحني هذا الكوكتيل هو مجدود على الشنقال الثالث، فلذلك ينطيني الظهر مالته كل هذه. يعني اليوم اريدك انت فنانة، اليوم راح تجيك كوكتيل بكرات. اذا الشنقال الثالث مجدودة علي بكرة لون باع ينطيك الظهر هالشكل. زين، اذا اني الشنقال الثاني شنطاني؟ انطاني هذا الرصاصي اللي هو بالنص.
الثالث شنو؟ انطاني نسج الابرة اللي هو بالطرف. فاليوم انت وين تتحكمين بالالوان؟ تتحكمين بالنص وبالطرف. زين، هذا عملها وهذا شغلها، حقيقة مبدعة. تعالوا اليوم خلي نضرب بعد فد وصلة بيها. دقيقة، أنا لأنه قلت هذه الوصلة أريدها، راح آخذ وصلة ثانية لا على التعيين حتى أضربها بيها. آسف الفيديو شوي راح يصير طويل عليكم، لكن خلونا نجي اليوم الماكينة روعة، راح نجي نشتغل بيها ونشوف جمال عملها. خلي نجي حتى الماكينة نجرب السكينة مالتها. ما شاء الله، السكينة مالتها مو بس حادة، منشار. شوفي لي أناقة وجمال شغلها، ما شاء الله. هذه تنسج لي زنجيل. ما شاء الله. هذا عمل الماكينة، هذا عملها بهالشكل، هذا اوفرها، وهذا الظهر مالها الشنقال الثاني. كل اللي شاف هذا الفيديو، هذه الماكينة البراذر الجامبو العملاقة اللي هي جايتنا جدا نظيفة. يعني هذه نظافتها سدا واحد يقول لي، اقول له هذه 99، ولو مو هذه اللي بالنقل كان انطيتها 100، لكن هذه اللي بالنقل فقط هذه، ومقتني وياها اشياء كلش حلوة اللي هي دواس، وهذه المحولة مالتها، فانطتنا اوفر جدا روعة، وشغلها بداعة وسرعتها بداعة. كل اللي يحب هاي الماكينة يقدر يتصل على الواتساب الموجود اسفل كل الفيديوهات. اوفر براذر ياباني الاصلي. شوفوا لي اياها وشوفوا لي جمالها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي لكل من تابعنا، اخوكم الخياط ابو احمد، في امان الله.